صباح الخير وصباح الجمال على عيونكم. هنعمل النهاردة مع بعض فنجان اسبريسو، وهنعمله في كنكة الموكا بوت. كنكة الموكا بوت بتشتريها من أي محل مستلزمات منزلية. هو أحلى ما فيها إن هي سعرها مناسب، أي حد يقدر يشتريها، بحيث إن انت تعملي فنجان القهوة اللي انت بتشربيه في الكافيهات بأسعار خيالية، هتعمليه في البيت، وسعر فنجان قهوة واحد هيعمل لك طول الشهر قهوة في البيت. فيلا مع بعض هنشوف ازاي نعمل الاسبريسو في الماكينة الموكا بوت، وازاي تقدري بقى تعملي جميع انواع المشروبات السخنة والباردة اللي بتشربيها في الكافيهات، اللي بيبقى داخل فيها الاسبريسو عامة. يعني الاسبريسو ده شيء اساسي في كل المشروبات اللي بتشربيها في الكافيهات. دلوقتي معايا ماكينة القهوة بوت، هو بتتكون من 3 قطع. القطعة اللي تحت دي بنحط فيها المية، والمصفى دي بنحط فيها القهوة اللي هو البن، والجزء اللي فوق بقى بنقفل عليها وبنلفها كويس، ولازم تكون مقفولة كويس، هي قلاووز كده بتتقفل بتتلف معاكي. بعد كده بنحطها على النار. يلا مع بعض هنشوف ازاي بنستخدمها، وازاي بنطلع احلى قهوة مستخلصة عن طريق ماكينة الموكا بوت. الموكا بوت دي ممكن تعملي فيها جميع انواع القهوة اللي بتشربيها في الكافيهات، اللي هي الميكاتو والكابتشينو واللاتيه كل حاجة. فانا عايزة اقولك ان لما بتحطي المية بتحطيها تحت الصمام، لازم تكون تحت الصمام، ما ينفعش تبقى فوق الصمام، لان دي زي حلة الضغط بالظبط. فانا دلوقتي هحط المية دي لو انت عايزة القهوة تبقى مركزة جدا بنحط نص كمية المية. طبعا كل كنكة من كنكات القهوة بوت لما بتيجي تشتريها، في كنكة 6 أفراد، 6 فنجان، وفي 8 وفي 9، أعلى حاجة فيها ال9، وفي 12. فانت بتجيبي على حسب ايه عدد افراد الاسره، وكل ما تكون على عدد افراد الاسره فبتطلع معاكي القهوه مظبوطه تمام. ليه؟ لان المصفى دي اللي انت بتحطي فيها القهوه يفضل انها تكون مليانه، يعني ما ينفعش الكنكه تبقى 12 فرد واعمل فردين. فالافضل يعني الفرد بتحط له معلقه بن زي اللي انت شايفاها معايا دي بتكفي فنجان. فلما تشتريها اشتريها على حسب عدد افراد اسرتك. طبعا انا بستخدم لافازا وبستخدم ايلي. النوعين دول في الاسبريسو انا بحبهم جدا. زي ما انتوا شايفين كده طحنة الاسبريسو بتبقى لا ناعمة ولا خشنة، يعني لا زي القهوة العربي ولا زي القهوة التركي، هي وسط بين الاتنين. طبعا معايا الحليب بحطه على النار. الحليب ده بيوصل لدرجة حرارة 60، يعني هو بيبقى مغلي اوريدي، او حليب اللي هو المعلب، وبس يا دوب يدفى معايا على النار، يسخن مش يغلي. ودي معايا ماكينة الفرنش بريس. الفرنش بريس دي بتعمل لي الرغوة بتاعة الحليب. بحط فيها الحليب بالشكل ده وبستخدمها كده، خلاص كده هي بتعمل لي الرغوة بتاعة الحليب. طبعا القهوة الميكاتو دي اللي انا بحبها وبحب اشربها، بيبقى النص قهوة والنص رغوة. يعني زي ما انتوا شفتوا كده القهوة طلعت معايا اهي، بحط النص الفنجان قهوة والنص التاني بحط رغوة حليب. الكابتشينو بيبقى تلت رغوة والتلت حليب والتلت قهوة، يعني بتقسم الفنجان كده ل3. اللاتيه بقى بيبقى ربع قهوة وكوباية حليب، والربع الأخير بيبقى رغوة. فانت بتعملي الفنجان بتاعك على ذوقك. بالشكل اللي انت شايفاه ده بيبقى معاكي أحلى فنجان قهوة تشربيه في البيت. عايزة أقولك بقى لو انت عايزة القهوة مركزة جدا، بتحطي نص كمية المية وبتملي المصفى بتاع القهوة بالكمية البن اللي انت عايزاها، بكمية البن كاملة، يعني المصفى بتاعتك لازم تكون كاملة بن. والمية بدل ما تحطي في الكنكة تحت كمية المية اللي هي تحت الصمام، بتخليها نصها. هيطلع معاكي اقوى فنجان اسبريسو تشربيه، وبتسمى في الكافيهات ريستريتو، بتسمى ريستريتو. ده بيبقى اسبريسو مركز جدا. طبعا بقى انا عملت فنجان القهوة بتاعي ومفيش حد هيشرب معايا، فاتبقى عندي اسبريسو جاهز، اقدر احتفظ بيه في التلاجة في اي حاجة بغطا او مج بغطا. وبعد كده بعمل منه الايس كوفي في البيت.
طريقة الايس كوفي سهلة جدا بسيطة، ان انا بحط الحليب مع الاسبريسو في الخلاط مع مكعبات التلج، واحط عليهم شوية عسل ابيض.